ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ كالعادة معاكم حسام في فيديو جديد. المقارنة بتاع النهاردة برضو من الكومنتات، وهي ما بين هاتف بوكو اكس 5 برو وسامسونج جالاكسي اي 34 الجديد واوبو رينو 8 تي النسخة ال 5 جي. اجمل ما في المقارنة دي بصراحة ان اسعارهم كلهم متقاربة جدا من بعضها. تعالوا يلا علشان نشوف اي واحد فيهم هو الافضل. بس ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك اشعار بكل مقارنة جديدة بننزلها، ولو محتاج اي مقارنة اكتبها تحت في الكومنتات. نبدأ اول حاجة بشبكات الاتصال. طبعا الثلاث هواتف بيدعموا شبكات الاتصال الجيل الخامس، ولكن النقطة الثانية هي سرعة الانترنت. يعني مثلا البوكو اكس 5 برو سرعة الانترنت في الشبكة ال 5 جي 3.7 جيجا بايت في الثانية الواحدة. سامسونج اي 34 سرعة الانترنت 2.7 جيجا بايت في الثانية. اما الاوبو رينو 8 تي سرعة الانترنت 2.5 جيجا بايت في الثانية الواحدة. يعني كلهم بيدعموا شبكات الاتصال الجيل الخامس في الثلاثة زي بعض، ولكن اسرع واحد فيهم في الانترنت هو البوكو اكس 5 برو. اما بالنسبه للنقطه اللي بعد كده وهي وزن الهاتف، البوكو اكس 5 برو وزنه 181 جرام، اما السامسونج اي 34 اتقل شويه لانه 199 جرام، واخفهم طبعا الرينو 8 تي لانه وزنه 171 جرام فقط. يعني اخف واحد فيهم هو اوبو رينو 8 تي، وكمان كشكل او تصميم هو الاجمل. بالنسبه للشاشه بتاعه الهاتف، تعالى قبل ما نتكلم على مين فيهم الاحسن نعرف مواصفات الشاشه فيهم كده. عندك مثلا البوكو اكس 5 برو حجم الشاشه 6.6 انش، نوع الشاشه هنا اموليد، معدل تحديثها 120 هرتز، فيها خاصيه الدولبي فيجن والاتش دي ار 10 بلس، وعليها طبقه حمايه من الجوريلا جلاس 5 ضد الكسر. اما لما تروح عند الشاشه بتاعت سامسونج جالاكسي اي 34 الجديد هتلاقي حجمها 6.6 انش، معدل تحديثها 120 هرتز، وبرضو عليها طبقه حمايه من الجوريلا جلاس 5 ضد الكسر. كذلك الاوبو رينو 8 تي النسخه ال 5 جي حجم الشاشه اكبر منهم شويه لانها 6.7 انش، معدل تحديثها 120 هرتز، وعليها طبقه حمايه من الاي جي سي دي تي ستار 2. فبصراحه الثلاثه الشاشه فيهم ممتازه، انا حتى مش قادر اقرر مين فيهم الافضل. يعني مثلا السامسونج اللي في النص ده الشاشه بتاعته سوبر اموليد، لكن الشاشه الموجوده في البوكو اكس 5 برو نسبه السطوع تحت اشعه الشمس اعلى، كمان فيها خاصيه الدولبي فيجن، وفيها خاصيه الاتش دي ار 10 بلس. فانت ما تقدرش تقرر ايهم افضل واحد كشاشه في الثلاث هواتف، كل واحد فيهم فيه ميزه مش موجوده في الهاتف التاني، لكن مجملا كده الثلاث شاشات اجمل من بعض. خلينا ننتقل للنقطه بعد كده وهي مقاومه الماء والغبار. البوكو اكس 5 برو مقاوم للماء والغبار بمعيار الاي بي 53. معناه ايه؟ معناه انه مقاوم لرذاذ الميه بس. لكن السامسونج جالاكسي اي 34 مقاوم للماء والغبار بمعيار الاي بي 67. يعني التليفون يتحمل انه يكون تحت الميه على عمق 1.5 متر ولمده 30 دقيقه. للاسف الاوبو رينو 8 تي ما هوش مقاوم لا للماء ولا للغبار، يعني افضلهم كده تحت الميه هو السامسونج جالاكسي اي 34. اهم نقطه بقى دلوقتي وهي المعالج اللي هي بتقيم اصلا كل حاجه في التليفون. نبدا بالبوكو اكس 5 برو، المعالج بتاعه كوالكوم سناب دراجون 778 جي 5 جي معماريه 6 نانو اوكتا كور. لكن السامسونج جالاكسي اي 34 المعالج بتاعه للاسف ما هوش سناب دراجون، هو ميديا تك دايمن سيتي 1080 معماريه 6 نانو اوكتا كور. اما الاوبو رينو 8 تي المعالج بتاعه اقلهم هنا كده لان كوالكوم سناب دراجون 695 6 نانو اوكتا كور. يعني افضل واحد فيهم في المعالج هو البوكو اكس 5 برو، يليه سامسونج اي 34، يليه اوبو رينو 8 تي. زيادة المساحة للأسف البوكو ما تقدرش تزود المساحة، هو 256 جيجا مع 8 رام. سامسونج أقدر أحط ميموري عادي جدا، كذلك أقدر أزيد المساحة في ميموري عادي جدا. خلينا نروح للكاميرا الأمامية اللي موجودة في الثلاث هواتف. البوكو اكس 5 برو هنبدأ بيه. الكاميرا الأمامية اللي موجودة فيه دقتها 16 ميجا بكسل، فتحة عدسة 2.4، فيها بانوراما وفيها اتش دي ار، ولكنك هتصور بها فيديو 1080 بكسل، أعلى تقنية معاك فول اتش دي
طيب السامسونج لا، هي 13 ميجا بكسل كصوره عاديه، فتحه العدسه 2.2، ولكنك تقدر تصور فيديو بتقنيه ال 4K والفول اتش دي. طيب خلينا نروح للاوبو رينو 8 تي، برضو الكاميرا الاماميه نفس البوكو قليله، اعلى تقنيه معاك في الفيديو 1080 بكسل فقط فول اتش دي، ولكن كصور عاديه العدسه 32 ميجا بكسل حلوه، فتحه العدسه 1.7، وبرضو فيها بانوراما وفيها اتش دي ار. ولكن مجملا كده الكاميرا الاماميه بتاعت السامسونج جالاكسي اي 34 هي الافضل فيهم. بالنسبه للسماعات الخارجيه الثلاثه، السماعات الخارجيه اللي فيهم ستيريو، فتجربه الصوت واحد، هنا ستيريو، السامسونج ستيريو، والاوبو برضو ستيريو، فتجربه الصوت واحد مش هتفرق كتير. منفذ الاي يو اكس الاثنين ده وده اوبو وسامسونج ما فيهمش منفذ اي يو اكس. البوكو اكس 5 برو فقط هو اللي فيه منفذ للسماعه السلك الاي يو اكس. حاجه مهمه جدا وهي البطاريه، البوكو اكس 5 برو 5000 ملي امبير، والسامسونج جالاكسي 5000 ملي امبير، والاوبو رينو 8 تي 4800 ملي امبير. ولكن في تريكايه كده لازم تكون عارفها، البوكو سرعه الشحن 67 واط، اما السامسونج هو 5000 ملي امبير زيه زي البوكو، ولكن سرعه الشحن اقل 25 واط فقط. اما هنا البطاريه قلنا 4800 ملي امبير وقوه الشحن 67 واط، يعني افضلهم هو البوكو كبطاريه وكسرعه شحن، هو افضل واحد فيهم. طبعا الثلاث هواتف بيدعموا خاصيه ال NFC. الكاميرا بقى الخلفيه بتاعه الهاتف هنتكلم عليها نظريا وبعدين هشرح لك كل حاجه. هنبتدي بالبوكو اكس 5 برو، عدسه رئيسيه 108 ميجا بكسل، عدسه ثانيه 8 ميجا بكسل بتاعه الزاويه الواسعه، وعدسه ثالثه 2 ميجا بكسل بتاعه الماكرو. هتصور فيديو 4K وفيديو فول اتش دي، وفيها تثبيت رقمي EIS، وفيها فيديو سلو موشن. السامسونج جالاكسي اي 34 العدسه الرئيسيه دي 48 ميجا بكسل، فيها OIS، عدسه ثانيه 8 ميجا بكسل زاويه واسعه الترا وايد انجل، و5 ميجا بكسل الاخيره بتاعه الماكرو، فيها تقريب رقمي لحد 10 اكس، بتصور فيديو 4K وفيديو فول اتش دي وفيديو سلو موشن. اما الاوبو رينو 8 تي العدسه الرئيسيه 108 ميجا بكسل، 2 ميجا بكسل بتاعه الميكروسكوب و2 ميجا بكسل في العزل، بس للاسف فيديو فيها اعلى تقنيه معاك 1080 بكسل فقط فول اتش دي، وبرضه بتصور فيديو سلو موشن. طالما انت وصلت للمرحله دي في الفيديو خليني اشرح لك حاجه بسيطه. عدسه الميكروسكوب اللي موجوده في الاوبو رينو 8 تي للاسف مش هتفيدك في اي حاجه، هو اقل واحد فيهم في الكاميرا، وعاملين بس العدسه دي علشان تشد الناس مش اكتر. مش معنى كده ان التليفون سيء، لا التليفون ممتاز، ولكن ككاميرا اقل واحد فيهم. هيتبقى عندك سامسونج جالاكسي اي 34 وبوكو اكس 5 برو. لو انت تحب تصور شوتات من على بعد، يعني من على مسافات طويله قوي، التقريب اجمل في السامسونج اي 34، يبقى انت لازم تاخد السامسونج. لكن بتصور صور بالكاميرا الخلفيه عاديه للناس موجوده قدامك او منظر طبيعي قدامك، هيبقى البوكو هو الافضل يعني. بس كاميرا السامسونج بتتفوق في التقريب من بعيد، هي الافضل. طيب خلاصه المقارنه دي ايه؟ خلاصه المقارنه ان الافضل من وجهه نظري هو البوكو اكس 5 برو، لانه اسرع في الانترنت، افضل في المعالج، افضل في الشاشه، افضل في البطاريه. اذا بوكو اكس 5 برو هو رقم واحد. لو انت في مقارنه ما بين الثلاثه اشتري البوكو اكس 5 برو. ما بتحبش هواتف بوكو خالص او شاومي ما بتحبهاش، يبقى اشتري الرينو 8 تي النسخه ال 5 جي، وابعد خالص عن السامسونج جالاكسي اي 34 لانه امكانياته عاديه ومبالغ جدا في سعره. اللي عنده اي مقارنه يكتبها تحت في الكومنتات، اشوفكم في فيديو جديد ومقارنه جديده انتوا تختاروها قريب. بالنسبه للناس اللي طلبت مني مقارنه ما بين ريلمي جي تي نيو 5 ورينو 7 برو، ان شاء الله بكره المقارنه بتاعتهم. مع السلامه.